في الوقت الذي كان كل الحظوظ تتجه صوبا إلى المغرب، شرف تنظيم كأس إفريقيا 2019 عقب سحبه من الكاميرون نتيجة عدم جاهزيتها لاحتضان هذا الحدث الأبرز في القارة السمراء. منافس شرس جدا يقدم نفسه بشكل مفاجئ خصما للمغرب من أجل الظفر بتنظيم هذا الحدث القاري، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا التي تكن عداء خاصة للمغرب منذ زمن بعيد. جنوب إفريقيا وفق مصادر خاصة أكدت أنها على تم الاستعداد لتنظيم هذا الحدث الكروي في حلته الجديدة بعد رفع عدد منتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا، ما يجعل إمكانية احتضان المغرب لهذه التظاهرة بدلا من الكاميرون صعبة جدا رغم الوعود التي قدمتها عدد من الدول شمال إفريقيا، حيث من المنتظر أن تضع الدول التي تود في تنظيم هذا الحدث ترشيحها بداية من يوم غد السبت على أن يتم الحسم في هوية المرشح الذي سيتولى تنظيم كأس إفريقيا 2019 بعد شهرين من اليوم. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.